السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة. نصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون العجينة المورقة مع مملحة الفولوفون. انجح واسهل عجينة مورقة ممكن تحضروها في 10 دقائق. وصفة ناجحة 100%. عندنا كيلو فارينة ومغرف ملح ومغرف سكر، وعندنا 500 غرام زبدة التوريق تكون بحرارة المطبخ. عندنا الخل وعندنا الزيت طبعا. نحطو 6 كيسان فارينة مغربلة. راح نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. كي نديرو كيلو فارينة نحطو 500 غرام زبدة التوريق، وكي نديرو نص كيلو فارينة نحطو 250 غرام زبدة التوريق. نضيفو ملعقة ملح وملعقة سكر ونخلطو، ونضيفو 6 ملاعق زيت. ونص كيلو فارينة نحطو 4 ملاعق زيت. من احسن المبتدئة تخدم بنص كيلو فارينة. نبسو العجينة تاعنا مليح، ونضيفو 2 ملاعق خل. والخل يعتبر كمادة حافظة ومحسن للعجائن، ما تستغناوش عليه في العجائن تاعكم. ونضيفو كاس ما يكون بارد من الثلاجة، كاس تاع 220 ملي. شوفوا لاباط كيفاه تكون مبسة، تكون بهذا الشكل، يعني وصفة ناجحة. ونضيفو الكاس الثاني بالتدريج باه نتحصلو على عجينة تكون متماسكة، ما تكونش طرية وما تكونش ناشفة. نبقى نضيف الماء حتى تتلم العجينة. راح نخدمها بيديا ونلمها مليح، ما تخليوهاش تجيكم يابسة، راح تعذبكم في الخدمة. وما ديروهاش طرية حتى تولي تتلاصق، تكون كيما هكا. ندلكها 5 دقائق ونحطها في الثلاجة ترتاح ربع ساعة. ونروح نخدم زبدة التوريق بوزن 500 غرام، وتكون بدرجة الحرارة. من الأحسن نخرجوها من الثلاجة بليلة كاملة. نقسمها شرائح ونضغط عليها باليد باه تولي طرية. نحط بابي كويسون ونحط الزبدة تاعنا، ونبدا نخبطها في الحلال حتى نتحصلوا على زبدة تكون بيضاء اللون. ونحلها مثل العجين بهذه الطريقة سهلة. ونرجعوها للثلاجة. شوفوا العجين تاعنا بعد ما ارتاحت زادت رجعت طرية. نرشوا الفارينة، نحلها مستطيل خشين، ونحطو زبدة التوريق، نديرها على 2 ونقفل كامل العجين باش ما تخرج الزبدة. طريقة سهلة بزاف. نرشو الفارينة ونحلو العجينة تاعنا بالحلال باه الزبدة تمشي مع العجينة. بهذه الطريقة نضغط ضغط خفيف، تجيو من الوسط للأسفل وبعد من الوسط للأعلى. يكون السمك تاع العجينة 60 سنتيم والعرض 25 سنتيم. وبعد راح ندير الدور دوبلي. الأول نطبقها على 4، نجيب الجهة اليمنى للوسط ونجيب الجهة اليسرى للوسط ونطبقها على 2 بهذه الطريقة. بعد نفس الخطوة اللي درناها نديرو تور سامبل. الأول نضغط على العجين تاعنا ضغط خفيف، تجيو من الوسط للأسفل وبعد من الوسط للأعلى، نفس الطريقة اللي درناها في الدور دوبلي الأول. ونبدا نطوي في العجين تاعنا الجهة اليمنى للوسط ونجيبو الجهة اليسرى للوسط، وبعد نطويوها على 2 بهذه الطريقة. توجور تكون الجهة اللي عندي مفتوحة وعلى الكوتي مغلوقة. ولا نديرو
تور سامبل التاني الاخير، نفس الطريقة اللي درناها في الاول. ان شاء الله هذا راح يكون مفهوم، وباش تجيكم نتيجة هايلة حلو المستطيل كبير على قد طاولة العمل اللي عندكم، بسمك رقيق 60 سنتيم الطول والعرض 25 سنتيم. يعني عجينة سهلة وبسيطة، وتقدروا ديروها كمشروع، مطلوبة بكثرة في شهر رمضان. غلفوها بابي فيلم، لازم بابي فيلم لانها راح تتشمخ وتتندى كل ما تغلفوهاش. شوفوا كيفاش نطبقوها في الاخير، الجهة اليمنى نحطوها في الوسط والجهة اليسرى في الوسط، نطبقوها على 2 ونزيدو نطبقوها على 2، نطرحوها مليح بالحلال ونغطيوها ببابي فيلم ونحطوها في الثلاجة 4 ساعة. هذه هي لاباط فايتي، تصلح لعدة مملحات: ليمونشون، كوكا، بيتزا كوفير، ميلفي، الفولوفون اللي راح نشارك الوصفة معكم الآن. شوفوا لاباط فايتي كيفاه جات مرقة، جات ما شاء الله. تبعوا برك الخطوات راح تنجحوا فيها. كما قلت لكم طريقة الاحتفاظ بها: نغطيوها ببابي فيلم ونحطوها في علب مدة حتى 3 أشهر. نتمنى تجربوا لاباط فايتي هذه تنجحوا فيها ان شاء الله. نروحوا نخدموا مملحة الفولوفون. نبداو بسم الله. اول حاجة حضرتها معاكم لاباط فايتي، نرشوا الفارينة ونحلوها غير بشوية، يعني السمك تاع الفولوفون نتوما اللي تحكموا فيه. الا حبيتوهم بزاف طالعين غلظوا العجينه شويه، الا حبيتوهم رقاق كيما انايا رقوا العجينه. ملاحظه مهمه هي انكم لما تحلوا العجينه خلوها ترتاح، يعني مش تمتم تطبعوها، ولا بات فيتي ما تعجنوهاش، موها برك. جميع العجائن سواء لاباط فيتي سواء لاباط صابلي خلوها ترتاح باش كيما تطبعوها ما تتقلصش وما تتعوجش معاكم. نجيب طابع يكون بسمك 2 سنتيم والعرض 2 سنتيم، نجيبو طابع صغير باش نديرو فراغ في النص ونعمروهم بالحشو. الطبقة الأولى تكون عالية والطبقة اللي من تحت تكون رقيقة. نمسحوهم بصفار بيض ولا بياض بيض، لكم الاختيار، ونحطوهم في الثلاجة مدة 2 حتى 6 سوايع. قد ما تخليوهم يجمدوا في الثلاجة قد ما يعطيكم نتيجة مليحة. والفرن يكون سخون جدا، من الثلاجة نحطوهم في الفرن درجة الفرن تكون عالية. ولا شفتوهم بداو يتنفخوا ويحمروا نقصوا درجة الحرارة باش يجيوكم خفاف ومرقين وما يجيوكمش معجنين. نروحوا نديروا الحشو. الحشو ساهل وبنين، نطيبوا الدجاج ونفتفتوه مع الجبن وكريمة سائلة، والتزيين جبن مبشور بهذه الطريقة. شوفوا كيف جاو ما شاء الله، شاهدكم في الجنة. ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.